تجربة موسم وحيد مع نادي الرائد، كيف شفت هذه التجربة؟ الحمد لله رب العالمين. ممكن تجربة قصيرة ولكن كانت تجربة مثيرة جدا. كنا قاب قوسين أو أدنى أن نحقق المركز الثالث في آخر مباراة، مع العلم أنه كانت بداية التأسيس للمشروع تبع الأخ فهد المطوع من أول سنة. طبعا هو كان عم يقول أنه لا نحن بدنا بعد 3-4 سنوات، ولكن كانت الأمور إجت من أول سنة كان ممكن نحقق شيء بهذا المشروع. يعني مباراة واحدة كانت تفصلنا على المركز الثالث. بنقول الحمد لله رب العالمين، قدر الله ما شاء فعل، ولكن هذا الشيء يعني لسه ما أثنانا عن تحقيق طموحنا، لأنه هي بداية مرحلة من 4 سنوات. وأنا دائما بشجع هاي المشاريع لأنه هي راح تكون ناجحة، لأنه بتكون فيها تخطيط أكثر، فيها مثل ما بقولوا تطلع الدرجة درجة درجة. فهذا الشيء أكيد بيعمل لك أريحية وبيعمل لك شغل كتير كبير، وبتحقق هذا الإنجاز مثل ما بقولوا عن استحقاق. كابتن، دائما يعني بعد الاعتزال نبدأ نتكلم عن الدوري السعودي، الأندية، المهاجمين. دائما جهاد حسين نقول وين وده كان يلعب خلف مهاجم، يعني المهاجم اللي كنت تتمنى انك تلعب خلفه وبجانبه في الدوري السعودي. اكيد الكابتن عمر السومة كان من اهم اللاعبين اللي مرقوا في تاريخ المملكه كمحترفين، وبتوقع انه هو هلا صار في صداره الهدافين. اكيد كنت بتمنى العب خلفه، ولكن قدر الله ما شاء فعل، هي خيره يعني. كان الموضوع قريب جدا جدا انه يتحقق، ولكن ظروف معينه ما خلتنا نحققه، ولكن هذا شيء يعني مكتوب ومقدر، والحمد لله رب العالمين. هلا صرت مدرب، ممكن ندربه بالايام. كابتن، خلينا نتكلم عن يعني ما شاء الله انت وصلت لاعلى مستوى صناعه اهداف. هدف ما زال عالق في ذاكره جهاد كصناعه؟ والله هلا كصناعه اهداف في المملكه العربيه السعوديه في الدور السعودي للمحترفين، كان الهدف ضد الاتفاق كان من اجمل الاهداف اللي صنعتهم على مر تاريخ الكروي. كان مع الرائد مع التعاون؟ كان مع الرائد. كانت وانقلبت النتيجه من لمحمد السهلي. ايوه لمحمد السهلي، وانقلبت النتيجه وفزنا. يعني اكيد هذا الشيء بيترك عندك طابع خاص لما بتفوز وبيكون عندك صناعه مميزه، اكيد بيكون بتضل عالق بذاكرتك. بنقول الحمد لله رب العالمين. له كثير اهداف ممكن تكون جميله، ولكن هاي بتوقع اجملها لانه اجى باخر الدقائق وكنا متاخرين بالنتيجه وفزنا الحمد لله رب العالمين. مع التعاون ممكن ما زال جمهور التعاون يستذكر ذلك الهدف اللي في كاس الملك. اكيد مباراه كانت التوجيهات اللي قبل ما تنزل؟ مباراه نهائيه، يعني المدرب بين الشوطين حس انه لازم مباراه لازم نفوز. كنا خسرانين بالشوط الاول 1-0، الحمد لله رب العالمين قدرت انزل واصنع الهدف الاول، هدف التعادل، واللي اعطانا حافز كثير كبير لان ننهي المباراه. اكيد هذا شيء كمان مميز، اكيد شيء يعني مفرح انك تحقق كاس ملك كاس خادم الحرمين.